اعلانات رمضان السنه دي عامله لي شويه قلق. فاحنا هنقسمهم جزئين، هناخد النهارده كده ايه بوكس الكومباوندات. اول حاجه الاستاذ مصطفى فهمي عرفنا منه حاجتين: ان وشه هو الكيو ار كود، وان البيلاتس واليوجا دي حاجه ودي حاجه. تمام، ده رقم واحد يعني عشان نبقاش من ايه مختلفين. تاني حاجه، الجواز بقى كله في كومباوندات، جميع قصص الحب في كومباوند. يعني حتى عصام عمر اول رزقه اتجوز راكين سعد في الكومباوند. فانت لو بتشطب شقه وبتروق على حالك وبتدهن وهتعب صناعيه والكلام ده، الغي اتجوز في كومباوند يا ابني. كده كده ما انتش نافع، مرفوض ومرفوض يا ولدي. نيجي بعد كده لحته حلوه قوي، وهو لامارك. الحوار ده ملخبطني قوي. لامارك طلع اجمل مكان على الارض. انا الصراحه كنت فاكره بيتنا يعني، او بلدنا اللي احنا مولودين فيها، او ممكن مثلا السعوديه او مصر ارض الكنانه والكلام ده. فطلع لامارك. الحاجه بقى الاغرب ان الممثلين بتوع اعلان لامارك اللي هو الاستاذ عمرو يوسف وغادة عادل ومنى شلبي يخلصوا لامارك يخشوا على مستشفى الناس بعد ما الاقيه في اجمل مكان على الارض. انت المنقذ. وبعدين يا استاذ عمرو معلش يعني، البتاع بتاع فوري بتاعك كان مكتوب فيه 200 جنيه. 200 جنيه انت بتبرع بيهم دول؟ ما تهز شويه يا جدع. خليهم 20000 جنيه 200,000 جنيه بحبحها يا جدع. في ايه ده؟ حاجه صعبه قوي. نيجي بعد كده للاستاذ نجيب ساويرس. الحلم خلاص هيستلم ابن اصحابه. يابا انا بتاع الحلم، انا اللي اخر احلى مسكن عندك. الناس اللي عامله اعلان دي ما بتحلمش، ما كده كده ساكنين. حلم ايه؟ وبعديها يجي الاستاذ احمد فؤاد سليم: اخيرا الناس اللي سجلوا في الشقق هيستلموا شققهم. يلا روح الحق واستلم شقتك. الحق ليه وانا بعد كله حتى مش هحلم مش هستلم الشقه؟ فيا استاذ احمد انت راعبني ليه؟ سلام عليكم.